لأنه بطبيعة الحال المشكلة هي مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى، كون أن هذه الخدمات أضحت يعني تفرض ضغط على شركات الاتصال، وأقصد بالضغط أنها خسارة مادية كبيرة لشركات الاتصال بسبب تبني هذه الطريقة الجديدة في الاتصال والتواصل، خصوصا مع انتشار خدمة الانترنت عبر الهاتف أو عبر الشبكة الخلوية، أقصد هنا 3G وال 4G. فتبني العدد كبير من الزبناء المغاربه لهذه التقنيه واستخدام تقنيه الفو اي بي يعني اضحى يجعلهم يعني يذهبون في اتجاه تقنيه الفو اي بي على حساب الاتصال التقليدي الذي تشجعه شركات الاتصال. نعم طبعا، لأنه حتى عندما نتحدث عن مخاوف أمنية، فأولا شريحة الاتصال بطبيعة الحال في المغرب يمكن تعريفها ببطاقة الهوية، البطاقة الوطنية، وبالتالي حتى المشكلة الأمنية في هذا الباب يعني مشكلة يمكن تجاوزها. أما المشكلة بالنسبة لهذه الشركات التي بالنسبة إليها صعب جدا تجاوزها هي المشكلة الاقتصادية. كما قلت، فهذه الخدمات هي خدمات تعد المنافس الأول لهذه الشركات، وبالفعل سببت لها خسائر مادية كبيرة. نعم، للأسف أن الشركات المغربية لم تكن ذكية في التصرف مع هذه المنافسة، كون أنها لم تتبنى تشجيع خطط الانترنت كما فعلت الدول الغربية، وهكذا استطاعت أن تتجاوز هذه المشكلة، بل أصرت على أسلوب القمع وقطع هذه الخدمات عوض يعني إيجاد حلول اقتصادية من أجل أو تجارية عفوا من أجل تشجيع هذه الخدمات.